السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثناء تصوير هذه الحلقة تلقيت بخبر أن زوجتي حامل ببنت، و سعيد جدا. و... آم، فوالا إذا اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع الكالر اي دي سبوفين، وكيف يمكنك أن تزور رقمك الهاتفي إلى أي رقم هاتفي آخر. آه، فطبعا هذه الخدعة سبق وشرحتها في إطار محاضرات، ولكن هذه أول مرة سأشرحها أمام الكاميرا. للإشارة أن هذه الحلقة خطيرة جدا. أردت فقط أن أوعيكم بخطورة هذه المسألة حتى لا يتم النصب عليكم، لأن هناك الكثير من يتعرض لعملية النصب عن طريق الهاتف، ويعتقد على أنه يتحدث مع جهة اتصال معينة، وفي الحقيقة ذلك الشخص هو فقط محتال قام بتزوير الرقم الهاتفي. هذا التزوير الرقم الهاتفي يسمى الكالر اي دي سبوفين، وله عدة صور. في هذه الحلقة سنتطرق إلى أبسط صورة يمكن للهاكر أو يمكن للمحتال أن يقوم بها انطلاقا من خدمة فو اي بي. طبعا يمكنك كذلك القيام بهذه الخدعة، ولكي لا أطيل عليك الشرح فبكل بساطة يمكنك أن تتصل بأي رقم هاتفي من اختيارك، سواء تتصل برقم أبيك مع أخيك، أو تتصل بهاتف برقم أمك، أو أي رقم هاتفي من اختيارك. يلا نمر مباشرة إلى الشرح ثم نعود. إذا أول شيء ستتسجل في هذا الموقع والذي هو فوكس أوكس. طبعا هذا الموقع سبق وتحدثنا عنه في حلقة سابقة، لكن يعني سنستعمله اليوم كذلك في هذا الشرح. ف يعني يمكنك التسجيل عن طريق هذا الرابط، ستجده في أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. غير ذلك ستقوم بإدخال الإيميل، اليوزر نيم، الباسورد، ثم كونفيرم باسورد. في الخطوة الثانية سيطلب منك إدخال رقمك الهاتفي وهو الرقم الخلوي وليس الأرضي. سيتم مراسلتك ب SMS، وهذا الاس ام اس سيحتوي كود. هذا الكود تقوم بادخاله في المكان المخصص بعد عمل تفعيل لحسابك، او يعني فور ادخال الكود ستحصل على او ستنتقل الى هذه الصفحه التي تشاهد امامي، التي ستعطيك $1. $1 كافيه من اجل ان نتصل ومن اجل ان نقوم بهذه الخدعه. اذا الان بعد ذلك سنقوم بتحميل برنامج. اذا سنقوم بتحميل فوكس اوكس على الويندوز، البرنامج على الويندوز انطلاقا من هذا الرابط www.voxox.com/downloads. اذا بعد ان نقر على داونلود وتثبيت البرنامج، طبعا هذا لن اشرحه، تدخل اليوزر نيم والباسورد الذي سبق وتسجلت به، ثم سين. اذا جميل. إذا بعد التسجيل كما تلاحظون معي دائما عندي $. الآن كيف أو الطريقة التي يمكن من خلالها تغيير رقمنا الهاتفي إلى أي رقم هاتفي آخر. إذا ننقر هنا ثم My Caller ID تنقر عليها. بعد ذلك في New Caller ID سأختار مثلا أنا سأقوم بالخدعة في المغرب، إذا سأختار البلد هو المغرب، إذا موراكو. اوكي موراكو. ثم بعد ذلك سأقوم باختيار رقم هاتفي، مثلا 08888 رقم اتصالات المغرب. إذا أوكي. إذا جيد، هذا الآن أصبح ماي كالر اي دي كما تشاهدون معي. والآن سأقوم بالاتصال وسنجرب الخدعة الآن. طبعا يجب تحديد البلد، عفوا. إذا سأتصل بالمغرب. وللإشارة فهذا الحساب أو هذا الكريدت يعمل فقط مع الحساب الأرضي أو مع الخطوط الأرضية. أتحدث هنا في المغرب، لا أعلم الدول الأخرى. في المغرب يعمل فقط مع الهاتف الأرضي وليس الهاتف الخلوي، أي أن الاتصال لا يمكن القيام به إما يعني فقط مع الاتصال الأرضي. أما الاتصال الخلوي يجب أن تشحن الحساب إذا ما كنت مصر على القيام بهذه الخدعة
انطلاقا من الاتصال برقم جوال. يعني لأن الكريدت هو مجاني، وبالتالي فهي لا تعمل إلا، أو الاتصال لا يمكن القيام به إلا مع اتصال أو مع شبكة أرضية. يلا على العموم نتصل الآن كول. إذا اتصال كما تشاهدون معي، والرقم الذي أتوصل به الآن كما تشاهدون هو رقم اتصالات المغرب. كما لو أن اتصالات المغرب، طبعا إذا أجابني سيجيبني على أساس أنني شركة اتصالات المغرب. وطبعا هذه الخدعة يمكنكم القيام بها مع أي رقم هاتفي آخر من اختياركم كما تشاهدون. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. للإشارة أنه إذا تواصلت باتصال هاتفي مثلا من البنك أو اس ام اس من البنك أو مثلا لا أعرف يعني أي اتصال كيفما كان، وكان يخبرك إما بإعطاء باسورد أو بإعطاء معلومات البطاقة الائتمانية أو أي شيء من هذا القبيل، انتبه، لا يمكن أن يتم طلب أي معلومات حساسة عن طريق الهاتف. لهذا رجاء عندما تتواصل بمثل هذه الاتصالات اعلم جيدا أن هناك شخص قام بتزوير الرقم الهاتفي ويتصل بك انطلاقا منه. لهذا رجاء قوموا بمشاركة هذه الحلقة، وعوا الناس كذلك بموضوع هذه الحلقة، ولكي يجربوا كذلك بأنفسهم ويتأكدوا بأنفسهم. غير ذلك أضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله، حلقة غد. إلى اللقاء، وإلى ذلكم الحين يمكنكم دائما متابعتنا على صفحتنا فيسبوك، أضخم صفحة تضم أزيد من 1,000,000 معجب فقط على www.facebook.com/shishri.professional. يمكنكم كذلك زيارتنا على أضخم مدونة تقنية في العالم العربي فقط على www.tishriprofessional.com. في أي وقت لا تنسى أن تنقر على زر سبسكرايب للانضمام إلى أزيد من 500,000 مشترك بقناة المحترف على اليوتيوب. إلى اللقاء.